ليه الإمساك مش مشكلة أمعاء بس؟ استنى كده، هو الإمساك فعلاً سببه الأكل وبس؟ ناس كتير أول ما تحس بإمساك تجري على ملين من غير ما تسأل نفسها، هو ده السبب الحقيقي؟ الحقيقة إن الإمساك مش دايماً مشكلة أمعاء وبس، أوقات كتير بيكون أسلوب حياة، قلة الحركة، القعدة الطويلة، وقلة شرب المية، كل ده بيبطئ حركة الأمعاء حتى لو أكل كويس. وفي سبب ناس كتير بتغفله، التوتر والضغط النفسي. الأمعاء مرتبطة بالمخ بشكل مباشر، وعلشان كده القلق والتوتر يخلوا الأمعاء تشد الفرامل. يعني ممكن تكون مضغوط وجسمك يترجم الضغط ده في صورة إمساك. علشان كده الحل مش دايما ملين، ساعات الحل أبسط مما تتخيل. مشي خفيف كل يوم، كوباية مية زيادة، نفس عميق واسترخاء. لما تهتم بحالتك النفسية وتتحرك أكتر وتظبط شرب المية، الأمعاء بتبدأ ترجع تشتغل لوحدها. الخلاصة، الإمساك رسالة من جسمك، مش مجرد مشكلة أكل. لو الكلام ده جديد عليك اكتب أول مرة أعرف، وتحب أتكلم عن أنهي مشكلة تانية؟